السلام عليكم. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات جديدة اسأل مع فريد. سؤال النهاردة من عميلة بعت رسالة بتقول فيها: أنا رحت أكتر من معرض ومحل علشان أشتري مايكرويف LG 42 لتر، واللي هناك قالوا لي إن هو من غير ضمان وبيتقال عليه ضمان دولي. يا ريت أعرف إيه الفرق بينه وبين الضمان المحلي. الميكرويف LG 42 لتر بيدخل مصر عن طريق جهتين اتنين. أول جهة هي الشركة الرسمية شركة LG اللي مسؤولة عن صيانته وقطع غياره وأي شيء يخصه خلال فترة الضمان. الجهة التانية هي أي تاجر أو مستورد بيروح دولة الإمارات يستورده من هناك ويوزعه داخل مصر، ومهمته بتنتهي بعد عملية البيع مباشرة. طب إيه الفرق بين الميكروفين؟ أول اختلاف فرق الفلوس الكبير جدا. يعني هل تتخيل ان الميكرويف LG ال 42 لتر اللي بشواية سعره حاليا في الضمان 14500 جنيه، واللي زيه بنفس مواصفاته لكن من غير ضمان سعره 8500 جنيه؟ يعني فرق سعر حوالي 6000 جنيه تقريبا، وده فرق سعر كبير جدا بالنسبة لجهاز صغير زي الميكرويف. ممكن يجي عميل ويقول انا ما يهمنيش الفرق ده، انا هشتريه بالضمان احسن لي واضمن لي. انا مش عاوز اصدمك واقول لك ان فترة الضمان بتاعة الميكرويف بتكون سنة واحدة فقط لا غير. طب هل الميكرويف LG اللي من غير ضمان متعارف عنه انه بيعطل او بيحصل له مشكلة او بيبوظ؟ على الاطلاق، بالعكس جودته عالية جدا وكفاءته ممتازة ومفيش منه اي مشاكل. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.